الفنان محمد هنيدي قال لك المصري معروف بقوته وجبروته، وأحب أقول لك يا صديقي إن الجملة دي مش من فراغ. الحلقة اللي فاتت لما كلمتك عن جنكيز خان قائد المغول اللي عمله في الدولة الخوارزمية كمية المجازر الوحشية اللي وصلت لأنه أباد مدينة كاملة من البني آدمين والحيوانات عشان بس جوز بنته اتقتل وبنته حكمت بكده، وكان بيرص أهل المدينة ويقطع راسهم. كانوا بيعملوا بالرؤوس دي أهرامات حرفيا. والله لأنسين الروم وساوس الشيطان بخالد بن الوليد. بعد فترة جنكيز خان وبعد ما هولاكو اكتسح بغداد وقتل حوالي 1,000,000 إنسان، العين بقت على مين؟ أم الدنيا اللي كانت تحت قيادة المماليك وقتها. المهم هولاكو بعت رسالة شديدة اللهجة لسيف الدين قطز القائد المملوكي وقتها، وكانت الرسالة مرعبة حرفيا. الرسالة طويلة جدا فهسيبها لك في الكومنتات. المهم صديقي سيف الدين قطز سمع الرسالة وما شافش قدامه، راح عمل حركة كده ما ينفعش نقولها في الحلقة، وقطع راس ال4 رسل اللي بعتهم جنكيز خان وعلقهم في 4 أماكن مشهورة في القاهرة زي باب النصر وباب زويلة وسوق الخيل والعباسية، وبعت لجنكيز خان الرد الشهير بتاعه. بالمناسبة هو كتير برضه فهسيبهولك في الكومنتات. وخليني أقول لك معلومة، الدولة المملوكية لو كانت خسرت المعركة دي كان هيبقى بسقوطها هينتهي الدولة الإسلامية. بس تعالى أعرفك الأول إيه اللي وصلنا لكده. بعد اتفاقية الملك الكامل سلطان مصر وفريدريك الثاني الإمبراطور الروماني في 18 فبراير 1229، وبسبب الاتفاقية دي اتهم أهل عكا خصوصا والشام عموما السلطان الكامل بالخيانة، إنه بابا الكاثوليك والملوك الأوروبيين اتهموا فريدريك برضه بالخيانة وبإنه فرط في حقوق المسيحيين وطردوه من الكنيسة. ملوك الشام مسكتوش ودخلوا في صراع مع مصر. يقوم الملك الكامل يروح على راس جيش ويحاصر دمشق وياخدها بالكامل، وبعدها يموت الملك الكامل ويجي ابنه الصالح أيوب ويفلسع أخوه العادل من الحكم. وفضلت معارك مصر مع ملوك الشام مستمرة لحد ما تحالفوا مع الصليبيين وهجموا على مصر. يوم الملك الصالح يمد ايده للخوارزميين عشان يساعدوه، وده بعد ما تنطوروا في كل حتة بعد ما المغول بهدلوه. اتكلمنا عن الموضوع ده في الحلقة اللي فاتت. وفي 17 أكتوبر 1244 بينتصر الجيش المصري الخوارزمي على التحالف الشامي الصليبي. وعايز أقول لك إن المعركة دي كانت بجانب غزة، وبسببها فقد الصليبيين السيطرة على القدس. دي أصلا كانت بحد ذاتها مصيبة في أوروبا. وبعدها ب4 سنين تيجي الحملة الصليبية السبعة قيادة لويس التاسع، ويحتل لويس دمياط بكل سهولة بعد ما الحامية بتاعتها هرب، وبيتدافع الناس في كل أنحاء مصر عشان يدافعوا عن البلد. ونفس الموقف يموت الملك الصالح، وهنا يجي دور شخصية مهمة جدا. سمعت قبل كده عن شجرة الدر؟ أيوة، هي اللي قرفتنا في منهج تالتة إعدادي مع نجم الدين أيوب. أي شجرة الدر دي خبت خبر وفاة الملك الصالح. قادت المماليك إنهم يتصدوا للصليبيين في المنصورة، وخلصت الحملة الصليبية في فارسكر وانسحبوا لعكا. بعد ما مات الملك الصالح وابنه توران شاه انتهى الحكم الأيوبي في مصر، وظهرت دولة المماليك البحرية، وبقى خريطة العرب كالتالي: المماليك في مصر والأيوبيين في الشام والصليبيين في عكا. والله لأنسين الروم وساوس الشيطان بخالد بن الوليد.